ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى نوعين شوربه ممكن نشربهم في الشتاء، والاحلى من كده بقى ان احنا كمان نقدر نشربهم بطريقه صحيه، نقدر نشربهم في الدايت بدون اي خوف او اي هلع. النوعين دول هنعمل شوربه البصل الخطيره دي على طريقتي، وهنعمل كمان شوربه الذره الصفراء برضو على طريقتي. هنعملهم اقتصاديين كده، من غير دبكه، من غير اي حوارات، من غير كريمه، من غير نشا، من غير دقيق. اتمنى بجد تجربوا الوصفتين لان النوعين حلوين قوي، كمان ينفعوا كوجبات رئيسيه لان هنقدم معاهم خبز صحي، وكمان مش بياخدوا وقت. واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه لو عجبتكم الوصفتين. عندي اول حاجه هنبتدي ب الذره الصفراء، شوربه الذره الصفراء. عندي طاسه سخنه على النار، هحط عليها معلقتين كبار من زيت الزيتون. بعد كده عندي بصلايه حجم وسط بيضه، هبدأ كده اشوحها على النار. انا اخترتها بيضة عشان ما تغيرش لون الشوربة. وهبدأ بس اديها تشويحة، مش عايزاها تتحروق ولا تاخد لون بني غامق، انا بس تصفر كده. هنحط بقى المكون السري بتاعنا هنا، وهي نص بطاطاية متقطعة مكعبات صغيرة كده خالص. نص البطاطاية دي او البطاطاية الصغيرة، لو البطاطاية كبيرة هناخد نصها، لو صغيرة هناخد بطاطاية صغيرة. البطاطاية هنا بقى المكون السري بتاعها ان هي هتتقل الصوص لان هي فيها نشا، فهتقل الصوص من غير نشا، من غير كريمة، من غير دقيق، من غير اي حاجة من الحاجات دي. هديها تشويحة برضو مع البصل، وبعد كده هنزل بالملح والفلفل وهديها تقليبة كويسة. وبعد كده هنزل عليهم بكوباية مية دافية، وهسيبها تستوي لمدة 10 دقايق على نار هادية. هي هتستوي بسرعة لان احنا اوريدي مقطعين البطاطا صغير قوي، فهتستوي بسرعة، والبطاطا اصلا ما بتاخدش كمان وقت على النار. هضيف الكوباية المية الدافية وهوطي عليها، يعني هدي النار شوية وهغطيها، وهسيبها تستوي تماما، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. ده شكلها بقى كده بعد ما عدى عليها 10 دقايق. بصوا، بنمسك البطاطايه بنهرسها كده، بتتقسم معانا بسهوله لان هي استوت بسرعه، لان احنا مقطعينها زي ما قلت لكم مكعبات صغيره قوي. بعد كده هضيف بقى، عندي هنا كوبايتين من الذره، هضيف كوبايه وهسيب كوبايه، وهقلبهم كويس مع بعض كده. بعد كده هضيف بقى كوبايه، انا عندي بقى كوبايتين من الحليب الخالي الدسم، هنزل كوبايه وهسيب كوبايه. هزود كوبايه واحده بس. وبعد كده هبدا هقلبهم كويس، وبعد كده ابدا اضربهم بالخلاط او بالهاند بلندر الموجود عندنا. انا هضربها بالهاند بلندر كده على الطاسه لغايه ما تبقى ما فيش اي كتل، لا للبطاطا ولا للذره خالص، تبقى كده بوري ناعم تماما، ما يبقاش فيها اي اثر لا للذره ولا للبطاطا. بصوا اتهرست تماما ازاي، وبصوا بقى تقلها ازاي، التقل بتاعها ده بقى جاي من البطاطا. بعد كده هضيف بقى بقيه الذره. انا بحب احط الذره كده بعد اللي هرسناه ده، لان لما بنبقى بنشربها كده وناكل كده قطع من الذره بتبقى طعمها حلو قوي. بعد كده ضفت كوبايه الحليب التانية، وهبدا اقلب. بعد كده هدوق واعدل بقى الملح والفلفل الاسمر. مش قادره اوصف لكم بقى، بصوا سمكها ولونها وطعمها وريحتها حاجه كده خطيره بجد. هضيف بقى شويه ملح وشويه فلفل. لو انتوا عايزين سمك الشوربه يبقى اخف من كده شويه، تقدروا تزودوا نص كوبايه كمان من الحليب، لكن انا هو ده السمك بتاعها المظبوط. كمان هديها غلوه واحده بس عشان ما تتقلش اكتر من كده، عشان مش عايزاها تبقى كثيفه قوي، لا تبقى كده. ده سمك الشوربه حلو قوي. هديها تقليبه وغلوه واحده بس، وبعد كده هنقدمها مع خبز دايت، توست اسمر، او خبز. احنا عاملين خبز كتير قوي في القناه، مش قادره اوصف لكم بقى. طعمها بجد حاجه كده خطيره، سمكها حلو قوي، لونها وشكلها كده حاجه تفتح النفس. زي ما قلت لكم تنفع وجبه رئيسيه، ناكل جنبها توستيه او قطعتين من خبز باجيت او اي خبز اسمر. بجد اتمنى تجربوها لان هي طعمها حلو قوي قوي قوي. بعد كده عندي بقى هنعمل الحاجة الوهم بقى دي، شوربة البصل الخطيرة دي. زي ما قلت لكم برضو هعملها على طريقتي، هنعملها كده سهلة وبسيطة من غير اي تعقيدات، من غير اي حاجة، بس النتيجة بتطلع في الاخر تحفة، طعمها خطير. وبرضو هنقدمها مع خبز اسمر.
عندي طاسه سخنه هحط عليها معلقتين كبار من زيت الزيتون، وعندي بقى هنا حوالي 4 بصلات متقطعين، 4 بصلات حجم وسط متقطعين شرايح رفيعه، يعني مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، تبقى رفيعه نوعا ما. وبعد كده هبدا اديها تقليبه بقى لغايه ما البصل عندي يبدا يدبل. انا ههدي النار عليه واسيبه بقى وافضل اقلب فيه كل شويه، هغطيه وكل كده دقيقتين هفضل اقلب فيه لغايه ما يدبل كده من غير ما يتحرق، من غير ما يتكرمل. مش عايزينه يتحرق ولا يتكرمل، عايزينه بس كده يدبل. انا هوريكم المرحله اللي انا بحبها. انا بحب البصل بصراحه يكون دبلين كده ومصفر شويه. فهدي تقليبه كده وغطيته، وبعد كده هديت النار. بعد كده بصوا بدأ يدبل ازاي. هديه برضو تقليبه تاني وهسيبه برضو تاني على النار هاديه برضو. انا ما زودتش زيت تاني ولا ميه ولا اي حاجه من الحاجات دي. اهو بصوا بدأ برضو يبدأ خلاص في المرحله بتاعته ان هو خلاص يبدأ يدبل. في ناس بقى في المرحله دي بتقدر تحط الشوربه، لكن انا بصراحه عايزاه يدبل كمان شويه. في ناس بتبدأ بقى تضيف الشوربه هنا، لكن انا هسيبه يدبل كمان شويه. انا بحبه للمرحله دي بقى كده. انا عندي تمام كده البصل بتاعنا. هبدأ بقى احط البهارات بتاعتنا، ملح، فلفل اسمر، وبقى بعد كده هحط معلقه واحده بس من الدقيق الرز. معلقه واحده بس من دقيق الرز. انا ما بستخدمش الدقيق الابيض. معلقه واحده من دقيق الرز هي تكثف الصوص والشوربه وهتبقى خطيره. حطيت كمان بهارات مجففه، تقدروا بقى تحطوا اي بهارات بتاعتكم. وبعد كده انا عندي بقى هنا كوبايه من او حوالي كوبايه ونص من الشوربه، شوربه الخضار معموله في البيت وكانت متفرزه، ففيها كل النكهات بقى، فيها ورق اللوري وفيها وفيها الهيل، فيها كل بقى النكهات اللي عندنا. فتقدروا تستخدموا شوربه الشوربه انتوا تكونوا مستخدمينها، او شوربه بمرقه دجاج زي ما انتوا حابين. لكن انا حبيت احط شوربه كانت عندي في البيت، شوربه صحيه انا عاملاها. بعد كده ضفتها بقى في الطاجن بتاعنا عشان ادخلها الفرن. انا حطيت بقى معلقه من الجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي دي كمان هنا بتخلي الطعم كده غني جدا، وبتبقى سمك الشوربه كده بتاعنا خطير. بعد كده عندي بقى الخبز برضو اللي احنا عاملينه قبل كده في الصفحه. حطيت بقى جبنه رومي، شرايح من جبنه رومي. بعد كده حطيت نص التاني من الخبز، وبعد كده حطيت جبنه موتزاريلا. وبعد كده هدخلهم الشوايه بس لغايه بس ما الجبنه تبدا تسيح بس كده وتاخد وش. بصوا بقى مش قادره اوصف لكم الطعم هنا عامل ازاي. يا ريت كنتوا معايا تدوقوه. من افضل انواع الشوربه اللي انتوا ممكن فعلا تشربوها شوربه البصل دي، خطيره حلوه قوي قوي قوي. اتمنى تجربوها واتمنى بجد تعجبكم. مشبعه جدا والله، فعلا لما بناكل طبق من ده مشبعه جدا. الف هنا.